اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من دكتور كيدز مع يوسف. انا دكتور يوسف استشاري طب الاطفال، والنهارده هنتكلم عن موضوع بيشغل بال كل اب وكل ام مع بدايه الدراسه، وهو اللانش بوكس. ايه اللي نحطه فيه عشان يكون صحي ومفيد للطفل، وايه الاخطاء اللي لازم نتجنبها؟ خليكم معايا لاخر الحلقه وهقول لكم على افكار عمليه وسهله جدا ومش هتاخد منكم وقت، ولكن هتفرق جدا في صحه وتركيز اولادكم في المدرسه. مبدئيا ليه اللانش بوكس مهم؟ لان الطفل بيقعد في المدرسه ساعات طويله بعيد عن البيت، فالاكل اللي بياخده في الوقت ده بيمثل جزء مهم جدا من احتياجاته اليوميه من الطاقه ومن العناصر الغذائيه المختلفه والفيتامينات. الدراسات بتقول ان الاطفال اللي بياكلوا وجبات صحيه ومتوازنه في المدرسه بيكون عندهم تركيز افضل، نشاط اكتر، ومعدلات غياب اقل، على عكس الاطفال اللي بياخدوا بس اكل مسكر او بسكوت او عصير مليان سكر، بيتعبوا اسرع وممكن يجوعوا بسرعه ويتشتت تركيزهم. طب ايه المكونات الاساسيه لللانش بوكس الصحي؟ انا دايما بقول ان اللانش بوكس لازم يكون متوازن، يعني يكون جواه واحد بروتين بيشبع الطفل وبيحافظ على تركيزه، زي شريحه جبنه، بيضه مسلوقه، تونه، صدور فراخ مشويه، او حتى حمص او فول مهروس. اتنين، يكون فيه كربوهيدرات معقده اللي هي الجسم بيحرقها ببطء وبتكون مصدر الطاقه الرئيسي، زي العيش البلدي، التورتيلا، التوست البني اللي هو توست الحبه الكامله. بعض الناس بتحط مكرونه ورز، ماشي مفيش مشكله، ولكن يكونوا بكميات صغيره ومطبوخين بطريقه صحيه. ثلاثة، خضار او فاكهه، وده مصدر للفيتامينات والالياف، زي الخيار، الجزر، الطماطم، تشيري، او اي فاكهه متقطعه زي التفاح او الموزه والعنب. حاولوا تقدموا الفاكهه بشكل جذاب، يعني متقطع قطع صغيره شكلها كويس، طبعا مع مراعاه سن الطفل، يعني تبقى حاجه مناسبه لعمره عشان نتجنب ان الطفل ياخد معاه حاجه تخليه لا قدر الله ممكن يشرق. وجبه خفيفه صحيه، زي مثلا شويه مكسرات لو طفل فوق 5 سنين وما عندوش حساسيه، زبادي صغير، او بار شوفان منزلي. وفي طرق كتيره هتلاقيها على اليوتيوب ازاي تحضروا حاجه زي كده، ولو حابين اكتبوا لي في الكومنتات وانا هعمل لكم ريل صغير في طريقه عمل مافن كيك صحيه او شوفان بار صحي. نيجي بقى لنمره 5، وهي الميه. الميه هي اهم حاجه، الميه لازم تكون موجوده، لان العصير الصناعي او المشروبات الغازيه مش بديل. دايما بقول اعملي لابنك تارجت يحققه، يعني ازازه 300 مللي تخلص قبل البريك، واحده تانية بعد البريك، وتروح بيها فاضيه. الترطيب الكويس يعني تركيز كويس، ونسبه جفاف حتى لو بسيطه تساوي تركيز اقل على طول، ما فيهاش كلام. طيب يا دكتور، ايه الاخطاء الشائعه اللي احنا ممكن نشوفها في تحضير اللانش بوكس؟ في اخطاء بشوفها كتير جدا عند الاهالي وممكن تبوظ كل المجهود اللي بتعمليه، فركزي معايا قوي هنا. اولا، الاعتماد على الاكل المصنع زي البسكوت، الشيبسي، الشوكولاته، دي هتدي طاقه سريعه بس بعدها الطفل هيجوع اسرع. العصاير الجاهزه حتى لو مكتوب عليها 100% عصير طبيعي غالبا مليانه سكر، فالافضل هي الفاكهه نفسها عشان نستفيد بالالياف اللي فيها، او لو لازم عصير يبقى عصير معمول في البيت. تالت حاجه وتالت خطأ، اللانش بوكس المكرر، يعني كل يوم نفس الساندوتش، الطفل هيزهق وساعتها يبدأ يسيب الأكل أو يبدله مع أصحابه. نمرة 4، الكميات الكبيرة جدا أو القليلة جدا، لازم الأكل يكون مناسب لعمر الطفل، لا هو كتير يخليه يسيب نصه ولا قليل يخليه يجوع. هديكي بقى أمثلة لأفكار عملية وسريعة لللانش بوكس، دي مش حصرية يعني، إنما تقدري تستخدميها كدليل ليكي وتنوعي فيها زي ما أنت عاوزة. ساندوتش جبنة قريش مع خيار وجزر وتفاح متقطع، تورتيلا فيها فراخ مشويه مع شويه خس وحته او علبه زبادي صغيره، بيضه مسلوقه مع شريحه توست بني ومع موزه، حمص مهروس مع عيش بلدي او توست بني ومعاه طماطم تشيري وشويه عنب، بان كيك او مافن شوفان صحي معمول في البيت، وقلت لكم ممكن اعمل لكم ريل عن طريقه تحضير الحاجات دي، ومعاه شويه قطع فاكهه. ونصيحه عمليه، يعني جهزي جزء من اللانش بوكس بين بالليل، زي تقطيع الفاكهه او تحضير الساندوتش، عشان الصبح ما يبقاش فيه ضغط ونضطر ناخد الحاجات اللي مش صحيه. اخر حاجه، لازم تفكري ازاي تخلي ابنك متحمس للانش بوكس، يعني تشاركيه في الاختيار، تحب تاخد خيار ولا جزر النهارده، تخلي العلبه نفسها جذابه يعني عليها الوان او رسومات، وتغيري طريقه التقديم، ممكن نفس المكونات على فكره، بس مره تبقى ساندوتش، مره تبقى رول، مره تبقى متقطعه اشكال. ولو سمحتي افتكري تمدحيه لما يرجع من المدرسه ويكون اكل حاجته. عشان نختم بقى يا جماعه، يبقى كده اتفقنا ان اللانش بوكس ده مش رفاهيه، ده اساس لصحه الطفل في المدرسه، لازم يكون
متوازن، بروتين، كربوهيدرات، خضار او فاكهه، وسناك خفيفه، واهم حاجه الميه، ونتجنب الاكل المصنع والعصاير، ونغير كل يوم عشان الطفل ما يزهقش. لو لقيتوا الحلقه مفيده شاركوها مع اي اب واي ام محتارين يحطوا ايه في اللانش بوكس، واستنوني في الحلقات اللي جايه ان شاء الله هنتكلم عن مواضيع تانية مهمه عن صحه اولادنا. انا دكتور يوسف ودي قناه دكتور كيدز، اشوفكم على خير.